بيحصل حاليا من لعيبه النادي الاهلي فيه منظره اوفر ما شفناهاش في اي تيم مع النادي الاهلي قبل كده. منظره بطريقه رهيبه، بطريقه تكرهك في اللاعب اللي انت كنت متعشم فيه خير للنادي الاهلي. لقيته ان هو حابب يتمنظر، مش حابب يخدم النادي الاهلي. انا جايبك عشان خاطر انك انت واكل النجيله. لقيتك النهارده بتتمنظر على زمايلك، حاقد على زمايلك، منفسن على زمايلك علشان خاطر انت تاخد اللقطه او تاخد الصوره. ليه؟ ده كله في صالح مين؟ مش في صالح النادي الاهلي اكيد، لانك انت بتتمنظر، بتتعالى على الكوره مع زمايلك. هتتعالى على الكوره زي ما جيت زي ما رحت، يا مولاي كما خلقتني. ما تعملش انك انت خلاص لبست تيشيرت النادي الاهلي انك انت بقيت عظيم العظماء. لا، ما في ناس كتير جت قبل منك النادي الاهلي يا حبيبي، زي ما جت زي ما راحت. الجماهير ما حستش بيها، الارض ما حستش بيها، النجيله ما حستش بيها، عشان حبوا يتمنظروا على النادي الاهلي او حبوا يتفاخروا ان هم في النادي الاهلي. انا جايبك من اعلى الانديه عشان خاطر تكون في النادي الاهلي، تاكل النجيله، تثبت وجودك للنادي الاهلي، تثبت حضورك في النادي الاهلي. حضورك تثبته فين؟ في الملعب يا حبيبي، في التدريب. التدريب الصح، لياقه بدنيه صح، اتأدي في الملعب صح. انما انت لا تدريب صح ولا لياقه بدنيه صح ولا مأدي في الملعب صح. انت النهارده المدير الفني بيوصلك لل18 لل6 يارد. انت فين دورك بقى؟ المدير الفني مش هينزل يخطف الكوره منك في ال6 يارده ويجيبها جول، مش هياخد التسديده منك من بره ال18 ويجيبها جول. ده دورك انت اللي بتتدرب له طول الاسبوع. فين انتاجك انت كلاعب كوره؟ فين انتاجك انت فئه اولى في النادي الاهلي؟ انت اللي فئه اولى في النادي الاهلي، فين انتاجك؟ ما عندكش الوسيله دي عشان خاطر عاوز تتمنظر على الجماهير، والجماهير هي اللي عملتك، الجماهير هي اللي تبنيك، هي اللي هتبني مستقبلك. انما انت بالطريقه دي بتهد مستقبلك جماهيريا قبل ما تبدا. يبقى انت كده لا هتنفع في النادي الاهلي ولا هتنفع جماهيريا بعد كده في تحليل او في اي شغل بعد كده جماهيريا مش هتنفع. يبقى انت كده هديت نفسك. اللعيبه المحترفين يا ريت يكون عندهم استعداد يفهموا الكلمتين دول. احنا جايبينك من اكبر الانديه في افريقيا وهم فاهمين نفسهم وعارفين نفسهم، بس احنا جايبينك من اكبر الانديه في افريقيا، ولكن الاهلي صقر افريقيا. لما تيجي في حضره النادي الاهلي لازم تعرف انك هتعمل مجهود مضاعف على اللي كنت بتعمله عشان تثبت وجودك، لان الاهلي غير اي نادي تاني افريقيا عربيا. الاهلي غير، الاهلي بنقول عليه اوروبي. لما اجيبك انا كده، انا بجيبك بعمل لك اسم، بعمل لك شهرة، بعمل لك كيان. انت تثبت كيانك لخدمتك في الاهلي في الملعب. خدمتك للاهلي في الملعب هي دي اللي بتثبت بيها وجودك. لا يا حبيبي، الكلام ده مش هياكل في النادي الاهلي. بص، ممكن النادي الاهلي في منت يقول لك يلا بالسلامه، ما عملتش اللي طالبه منك النادي الاهلي، المنظره دي في النادي اللي انت فيه. انما النادي الاهلي لازم تعمل مجهود. ابو تريكه في عز مجده كان يروح التدريب من بعد صلاه الفجر، ياخد الفطار، الفول والطعميه، عم حارس يفطر معاه ويشتغل تمرينات. كان محافظ على لياقته البدنيه، كان عارف ان الجماهير هي اللي عامله ابو تريكه. كان زي صباعي كده بالظبط، ما كانش ادخل من صباعي، ولكن كانت لياقته البدنيه عاليه جدا. ليه؟ لان في تدريب صح، في اهتمام صح، ما فيش منظره، ما فيش تفاخر باللي هو فيه. لحد النهارده ابو تريكه كده. لكن ابو تريكه النهارده لما تبص له تلاقيه اللهم صل على النبي هام وآمن، لكن كان في الملعب زي اصبعي بالظبط. ليه؟ لانه كان بيتعب عشان خاطر اللي هو فيه حاليا. انت عملت ايه النهارده؟ بتعمل ايه؟ بتتمنظر على زميلك في الملعب، بتتمنظر على الجماهير في الملعب، بتتمنظر على الجهاز الفني في الملعب. طب هتشيل. والنادي الاهلي مش هيقف على لاعب ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 10 على فكره. النادي الاهلي عنده من المقومات انه ممكن يبني نفسه في لحظه ويركن الناس دي كلها اللي هي بتتفاخر وبتعتز بنفسها على حساب النادي الاهلي. لا،
تيشيرت النادي الاهلي غالي، لازم تعرف قيمته. كل الموجودين حاليا في النادي الاهلي لعيبه، لازم تعرف قيمه تيشيرت النادي الاهلي غاليه جدا. ممكن تدفع الحساب في منين.